مساء الخير يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة 2 رمضان. داخلين على أذان العصر يعني. كنت عايز أتكلم على النادي الإسماعيلي بقالي فترة كبيرة، وكنت قاعد أتفرج كده على اللي بيحصل ومحبط، وعمال أتفرج على التمثيليات اللي بتحصل يعني. ف من أيام زمان يعني موضوع الاستثمار في النادي الإسماعيلي ده بيحارب من المسؤولين عن الكرة المصرية. من ايام نصر ابو الحسن لما كان ماسك، كان شركه اسمها شركه الحلول السعوديه عايزه تستثمر في النادي الاسماعيلي. العثمانيين كانوا عمالين يزقوا نصر ابو الحسن انه يقول لا لا، علشان هو الراجل بتاعهم، ويفضل هو الاسماعيلي محوج ليهم في النهايه. جه المجلس المعين ده في شركه اماراتيه بقى، مش شركه الحلول السعوديه، شركه اماراتيه عايزه تستثمر في الاسماعيلي. طبعا رئيس اللجنه اللي متعين ده الوزير معينه، الوزير السابق اشرف صبحي اللي غار في داهيه. فده بيسمع كلام الوزير اللي عينه، فكان بيقول له ارفض خلاص، علشان طبعا يفضل الموضوع اهلي وزمالك وقطبين، والكرة تفضل مسيسة خلاص، وتفضل الفساد اللي مسيطر عليها ده ماشي، والسبوبة ماشية والمصلحة، ويفضل قطبين اهلي وزمالك بس، مع شويه شركات كده بيخدموا على الدوري زي الدبليو التمثيليات بتاعت جون سينا واندرتيكر وتات. يعني الموضوع ده كله معروف ان الدوري المصري دوري الشركات بقى زي الدبليو بالظبط يعني. مصارعه المحترفين اللي هي كلها تمثيليات اصلا. بس فحتى الجمهور بيروح يتفرج على حاجه ينبسط بيها الجمهور، وعارف انها كذب الجمهور الامريكي. نرجع لمرجوعنا. ال- الوزير جوهر نبيل اللي جه ده، اول لما جه ده ابن الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، الخطيب راح له وقعد معاه. يظهر قال يعني اداله الوصايا العشر: ما تعملش استثمار في الاسماعيلي، ما توافقش على اي شركه استثمار الاسماعيلي، مطوح الدنيا، اقعد بس انشر اخبار ان في كل الدعم للاسماعيلي، لابد ان نلتف حوالين الاسماعيلي ونعمل فتحي يا ورده غمضي يا ورده. اقول كل فتره كده خبر ايه جاري التفاوض مع كذا مستثمر اجنبي غير مصري عشان الناس تهدى، وسيتم بقى جدول اسمه صياغه الاتفاق النهائي وكده. طبعا اللجنه دلوقتي اللي متعينه، اللي طبعا تبع جوهر نبيل، لان تانية استقالت، فبرضه بنفس الكلام. يقعدوا يقولوا ايه عايزين نفتح النادي الاجتماعي. يا سلام، انتوا لسه فاكرين النادي الاجتماعي؟ طب ما كنا نتكلم فيه بقالنا فتره. فين اشتراكات والكلام ده كله؟ لما جه الكلام عن المستثمر الاجنبي او الخليجي، المستثمر الخليجي تحديدا يعني، بقيتوا تروحوا تتكلموا على الاشتراكات النادي الاجتماعي اللي هو ما كنتش حد بيفتح بقه فيها، لما الواحد كان بيدلدل لسانه عشان يتكلم عليها. لا، احنا عايزين المستثمر الخليجي بقى، مش عايزين الشركات النادي الاجتماعي. اهم حاجه المستثمر الخليجي يمشي، وده اهم خبر. بتلاقي اللجنه حضرتك دلوقتي تقعد تتكلم كلام تك 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 تك. النادي الاجتماعي ادت كل الدعم للعيبه، خلصنا من الغرامات الفلانيه كذا، كل ده كلام فارغ. اهم بند في الموضوع المستثمر الخليجي، عشان تبقى عارف حضرتك. او اي لجنه دي اي كلام بيتقال كاخبار. تم الاتفاق على فتح على عضويه النادي الاجتماعي الاشتراكات. تم دعم تم الغاء الغرامات اللي كانت علينا من الفيفا. سددنا غرامه كارميلو ومش عارف مين ومين. تم التعاقد مع لعيبه كذا، او مثلا تصعيد اللعيبه كذا. كل الدعم لطارق العشري. ها؟ كل ده كلام فارغ. اهم خبر الخامس اللي بيجي لك في الاخر ده ايه؟ يوجد مفاوضات مع شركه استثمار خليجيه بمليار جنيه، وجاري جدوله في صياغه العقد النهائي. طب الكلام ده بقاله 10 ايام ولا شهر بيتقال، ولا اقل من شهر يعني. وتلاقي الخبر بيتاخد كوبي بيست على موقع الاسماعيلي، موقع الاسماعيليه كلها. طب ايه مليار جنيه بتتفاوض عليه؟ ما توافق طالما مليار جنيه. انت عبيط يالا؟ انت مجلس عبيط من لجنه معينه عبيطه، ولا بتضحك على الناس؟ انت فاكر الاسماعيليه هبل يعني ولا ايه؟ الاسماعيليه اللي جوه من القاهره ولا من الاسماعيليه، الاثنين فاكرهم هبل؟ ما هو في جماهير في الاسماعيلي في القهرويه زي حالاتي، وفي جماهير من الاسماعيليه، يعني ده اللي مجنن المسؤولين عن الكوره في مصر. عايزين بس جماهير القاهره تبقى اهلي وزمالك، لا اسماعيلي غصب عنكم، وكتير جدا.
مهما حاولتوا تعملوا اعلاميا اهلي زمالك اهلي زمالك، لا كل احنا كاسماعيليه في القاهره كتير بنحلق للدوري المصري ده وبنتريق عليه وبنشتم فيه وكده، لانه اي كلام. ما الوزير مشي ومحافظ اسماعيليه مشي بعد الفضيحه بتاعت المنتخب والفضيحه بتاعت الاسماعيلي ان هو هيهبط يعني، ومفيش اي موارد ومفيش اي حلول والكلام ده كله. طب المحافظ الجديد هينفذ كلام برضو الدولة زي جوهر نبيل، ما هو هينفذ كلام الدولة، ما هو ده لواء أصلا، وده وزير وده لا كان بيلعب في الأهلي، جوهر نبيل من الأهلي والمحافظ لواء، يعني المحافظ من الجيش العسكري وجوهر نبيل من الجيش الرياضي بتاع الأهلي، ما هو الأهلي نادي الدولة. ده حتى نفس الشعار النسر ده بتاع الأهلي هو بتاع وزارة الداخلية أصلا، بس ده أحمر وده أزرق يعني. ماشي ما علينا. الحلول ايه دلوقتي؟ الحل دلوقتي ان احنا نقعد المستثمر الخليجي نمضي معاه عقد، المستثمر اللي مش مصري نمضي معاه عقد، بلاش الخليجي لو الدولة مش عايزة خليجي، بس انا شايف المستثمر هيبقى خليجي 90%، ولازم نمضي معاه عقد ونخلص. ده اهم خبر للاسماعيلوية المفروض، ولا طارق العشري ولا لعيبة ولا غرامات ولا فوز ولا جماهير دعم بأتوبيسات تروح تتفرج على ماتشات اي كلام زبالة هنخسر فيها، ولا حضور جماهيري ولا لعيبة ولا مران تمرين ولا مين مصاب ومين مش مصاب، ولا فتح قيد ولا قفل قيد، ولا غرامات اتسددت لكارميلو وغيره، ولا فتح نادي اجتماعي وعضويات واشتراكات. كل ده اي كلام فارغ. اهم خبر للاسماعيلي دلوقتي اللي هم بيداروا عليه وبيغطوا عليه الموافقة على استثمار شركة خليجية تستثمر او مش مصرية تستثمر في نادي الاسماعيلي، ويتمضي عقد ونشوفه في الدنيا للنور. ده يبقى اهم بند تشتغل عليه اللجنه اللي متعينه دلوقتي، ده المطلوب منها، دي اول تاسك اول ميشن. ها، فربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ويصلح الحال. سلام عليكم.